السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا. يا رب كده تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. قلت أكل تفاحية كده واغسل لماما تفاحية كده وأنا عندها، أو حاجة كده تطري على قلبنا. معلش جيت يعني أسجل اللقطة ديت، ملقتش صوت. بعد ما أسجلها فحقكوا عليا. نتفرج على الفيديو بقى ونشوف كده احنا عملنا ايه في يومنا. تمام. هتيجوا على اخر اللقطة دي يا جماعة هتلاقوا كده حاجة غريبة، ما تستغربوش. هقول لكم إيه اللي حصل باقي الفيديو. اللقطة اللي فاتت دي معلش يا جماعة والله العظيم نزلت ازاي دي مش عارفة. بس حبيت اجرب كده الفلاتر بتاعت تقريبا ده مش عارفة كان تيك توك ولا كان ايه، والنبي يا اختي ما انا عارفة. فما تتخضوش تقلقوش، نزلت كده عشان اشوف كده اخبار الحاجات الكارديجين اللي بتتباع ديت، او العبايات اللي تحسوا كده ان هي صعيدي، فلسطيني، اي حاجة مصري. فعايزة اقول لكم قست كل الاشكال وكل الانواع. فمش لاقي عليا خالص خالص. بس لو انتوا شايفينها لاقي عليا بالله عليكم تقولولي، لان انا حاولت ان انا اقنع نفسي بيها. انا بحب الحاجات ديت بصراحة، يعني لما بشوفها كده على ناس بحبها قوي، بحب شكلها. وكان نفسي قوي ان انا اعتمدهم في لبسي، واخدين بالكم؟ يعني انا كان نفسي ان انا لبسي كله يبقى دريسات والعبايات ديت. بس مش هلاقي حاجة ممكن ان هي تبقى ماشية معايا. يعني حاولت ان انا اقيس الوان، اقيس اشكال، اقيس اللونين اللي متطرزة اللي مش متطرزة اللي مفتوحة اللي مقفولة. ما اعرفش، يعني حاولت اجيبها فوق تحت يمين شمال، ما مشيتش معايا خالص. دي بصوا ده تحسوا كده ان هي مش عارفة دي سواريه ولا ايه. بس عايزة اقول لكم عجبتني القماشة قوي، وقلت هعمل منها اسدال. يعني هجيب القماشة نفس الشكل كده يعني هعمل منها اسدال، لان عجبتني القماشة وعجبني الشكل قوي. وواضح ان الحاجات الطرية دي هي اللي بتليق فيا، انما مش الحاجات كده الايه تحسوا ان هي منشية وواقفة. طبعا المحل ده كان فيه عنده اشكال والوان بقى، المطرز واللي زي ما انتم شايفين كده الحلية بس على الكم، عنده كل حاجة. والالوانات بقى كلها الاسمر، والالوانات كلها والابيض والاحمر وكل حاجة. المهم خلصت جولتي ورجعت على البيت، قلت اعمل كنافة. وانتوا عارفين طبعا، واللي عارف لا يعرف ان رمضان بيحب الكنافة جدا. الكنافة، وبصراحة انا ببقى ميالة لكنافة الطاسة. يعني ايه كنافة الطاسة يا سمسمة؟ يعني حاجة كده تعمليها تاكليها انتي، اي فرد ما من افراد الاسرة، تخلص تعملي غيرها على طول، انما ما تباتش. واخدين بالكم؟ جبت الكنافة زي ما هي متلجة كده وفرقتها، وبعد كده حطيت عليها حوالي نص كوباية من السمنة البلدي. عايزه اقول لكم الكنافه بتبقى طعمها تحفه قوي قوي بالسمنه البلدي. يعني الكنافه يعني سمنه بلدي. تمام. انما انت ممكن طبعا تعمليها باي سمنه لو مش متوفر طبعا عندك السمنه البلدي. عايزه اقول لكم بمسك الكنافه كده بفضل اكني بعجن كده وببس بسبوسه. واخدين بالكم؟ بخليها تتشبع قوي قوي من السمنه البلدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بجيب سكر البودره، يعني سكر كده بطحنه، سكر مطحون، حوالي برضو كده معلقتين او ربع كوباية من السكر المطحون، وبحطها برضو كده على الكنافة، وبمسكها كده ادعك فيها برضو كده لغاية لما الكنافة تشرب من سمنتها وتشرب كمان من سكرها. اخدين بالكم انتوا؟ عايزه اقول لكم وانا بعملها كده، عايزه اقول لكم ريحه السمنه لوحدها طالعه حلوه جدا. طبعا قبل ما بعمل يعني الطرق دي كلها، اضافة السمنة واضافة السكر، بكون عاملة طبعا الشربات على النار. انا طاسة الكنافة عندي بتاخد شربات، اللي هو السيرب، اللي هو الشيرة، اللي هو بيقولوا القطر. المهم يعني بياخد كوباية سكر وكوباية مية وعصرة نص ليمونة. تمام. دي على النار. القشطة طبعا زي المهلبية اللي بنعملها
طبيعي، بس بضيف عليها معلقتين من الكريم شانتيه، وبضيف عليها حوالي برضو نص كوباية من القشطة البلدي او وش اللبن اللي عندك. بفردها في الطاسة كده وبحط عليها القشطة لغاية اما تتشمع خالص، تبرد خالص يعني وتمسك نفسها. وبحط عليها كمان شوية كده من اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، نسيت، الفواكه المجففة يا جماعة، اللي هو القراصية والمشمشية والزبيب في النص كده. طبعا عندي هنا ما بعملش الطريقة التانية دي، ان انا بحط الوش التاني وهي القشطة عندي او الكريمة طرية، لا لازم تتشمع خالص، يعني تحطي ايدك عليها وتطلعيها كده ما تلزقش في ايديكي، عشان تعرفي تعملي النقطة الاخيرة دي. حطيتها طبعا على البوتاجاز من فوق زي ما انتوا شايفين كده، على نار خفيفة خالص، نار واطية بمعنى اصح، بس على الوش ده وعلى الوش ده، وتدينا الوش الجميل واللون الذهبي الجميل ده. طبعا الشربات عندي برد، هقوم ساقيها على طول بالشربات او بالعسل، بس زي ما انتوا شايفين كده. وكلوا بقى احلى كنافه. ولا تعملي صينيه كبيره تبات، ولا تعملي صينيه ممكن مش هتتاكل كلها، لا اعملي كده طاسه وهتطلع حلوه وجميله وزي الفل. عايزه اقول لكم القشطه كده بتبظ منها. انا عايزه اقول لكم انا كنت عامله الكنافه دي على لايف على التيك توك، كل اللي معايا في اللايف قاموا يعملوا كنافه. بصوا جمالها وحلاوتها. والله يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان الكنافه لما بعملها في يوم عادي غير شهر رمضان، انا ما بحسش بحلاوتها خالص. تحسي بالكنافه طعم الكنافه هنا في شهر رمضان. والله العظيم سبحان الله سبحان الله يا رب، انتي بتحسي بكل حاجه حلوه في الشهر ده. يا رب كده يتقبل مننا صيامنا وقيامنا وصلاتنا، ويبلغنا يا رب كده ليله القدر. ادعوا كتير يا جماعه في الشهر ده، واتمنى طبعا كل اللي بيتفرج على الفيديو يكون ختم القرآن، علشان في الاخر كده دعاء ختمة القرآن. اتمنى ان ربنا يستجيب دعائكم. رمضان خلاص بيخلص، وانا عايزه اقول لكم والله العظيم انا زعلانه قوي قوي قوي. كان نفسي طبعا ان انا ابقى معاكم الشهر ده كله. انتوا عارفين طبعا اليوتيوب والله حياتي. انا ما بخش اليوتيوب بتفرج عليه او بنزل فيه فيديوهات، والله العظيم عايزه اقول لكم ببقى في قمه سعادتي، لان حبايبي كلهم موجودين عليه. ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. واشوفكم على خير باذن الله الفيديو اللي جاي، واللي جاي باذن الله هيبقى حلو جدا جدا جدا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. واشوفكم على خير باذن الله.